الحياة مش بس قاسية، دي كمان مرهقة. مرهقة لأنك بتطالب أو مطالب تكمل وانت تعبان، وتبتسم وانت مكسور، وتقول أنا بخير، علشان محدش يقلق ولا يسأل أسئلة انت نفسك مش عارف تجاوبها. الحياة بتعلمنا نخبي وجعنا كويس، مش لأننا أقوياء طول الوقت، لأ، لكن لأننا جربنا نحتاج وملقناش. في ناس شايفاك ثابت وما يعرفوش إن ثباتك ده قائم على صدر مكتوم، وقلب بيتعب في السكات، ونفس أحيانا بيضيق من غير سبب واضح. نفس أحيانا بيضيق من غير سبب واضح. مش كل وجع بيتقال، ومش كل دمعة بتنزل، وفي معارك كاملة بتخلص جوه الإنسان من غير شاهد واحد، ومع ذلك بنكمل. مش بطولة، لكن لأن التوقف رفاهية مش متاحة. يمكن ده معنى الحياة الحقيقي، إنك تعيش رغم الألم، وتكمل رغم التقل، وتفضل واقف من جواك، حتى لو واقف على روحك. ولو في يوم سألوك عامل ايه وقلت بخير، ما تكونش بتكذب. أحيانا بخير معناها لسه صامد. طيب، أين الله في كل ده؟ الله سبحانه وتعالى مش بعيد، هو في الصبر اللي فاكره عادي، وهو عباده، وفي القوة اللي مش فاهم مصدرها، وفي ستر خلاك تعدي وجع كان ممكن يكسرك. الله عز وجل مش دايما في زوال الألم، أحيانا بيكون في القدرة على احتماله. وما دام القلب لسه بيسأل عن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ربنا أبد عمره ما كان غايب عن أي مشهد في حياتك. وصلى على النبي.